هو حضرتك مش بتعرف تشوف؟ فريدة، معلش احنا اسفين. لا ابدا ما جربتش. انا مش قلت لك ما تتحركيش من جنبي؟ اقعدي. صباح الخير. صباح النور. اسف كنت اتاخرت عليك. ولا يهمك. بص انا هخش في الموضوع على طول. بص يا مدام، الشقق كتير بس حضرتك السعر اللي انت قلت لي عليه قليل شويه. لو نقدر نرفع الايجار ل 1000 جنيه هجيب لك شقه حلوه وجميله وفيها مطبخ كامل بالتكييف وفي الشارع اللي ورانا. معلش يا استاذ منصور، حضرتك عارف ان انا امكانياتي ما تسمحش. ما تاخذنيش يا مدام، الناس النهارده عقلها ضيق وحضرتك ظروفك يعني. هو بصراحه بالعربي كده غالبيه الناس النهارده ما بترضاش انها تسكن عندها ست مطلقه. انا اسف طبعا اني بقول لك الكلام ده بس لازم تعرفي. يعني انا لو دفعت الناس دي هتبقى عادي مش كده؟ ما هي الناس بتحب تستغل الناس في الظروف دي. ايه ده؟ طب عايزه تقابلي وتصاحبي براحتك، بس على الاقل ما تاخديش بنتي معاكي. هو انت ماشي ورانا ولا ايه؟ كنت عارف وقلبي حاسس انك عايزه توسخي البنت زيك بالظبط. حرام عليك، ده انا سبت لك كل حاجه، عايز مني ايه تاني؟ عايز بنتي يا هاني. يا استاذ انا مجرد سمسار بشوف لها شقه. وعليه شقه يا بيه؟ ما تاخدها في اي حته على جنب، دي سهله ورخيصه. حسبي الله ونعم الوكيل. هقول ايه بس؟ تعالي يا بنتي معايا. سيبها، سيب بنتي. اوعي لا انت لو في جهنم. يا استاذ ما يصحش الكلام ده يا استاذ، دي واحده ست. اتكل على الله، اعمل الكلام ده بره لو سمحت. مالكش انت فيه. تعالي يا فريده، تعالي يا حبيبتي. يا استاذ بقول لك ما يصحش كده، اذا سمحت يا اما تقف باحترامك يا اما تتكل على الله من هنا. بقول لك ايه، انا مش عايز استغبى عليك عشان انت راجل عندك ظروف. طب قول في داهيه بقى بدل ما اخليك انت كمان عندك ظروف. الله 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 الله. الشيخ حماده بتاعك يا ست هانم بيسترجل عليا عشان واحده وسخه زيك. طب اتفضل حضرتك استريح نشرب فنجان قهوه، هنفضل واقفين كده؟ مفيش وقت يا سيف، كل ثانية بتعدي فيها خطر. الموضوع وصل لمرحلة خطيرة. هو انا النقيب طارق جالي وحكى لي الكلام ده وانا قلت له الصراحه ان مفيش في ايدي حاجه اعملها. سيادتك عارف ان موضوع الصياد ده انتهى من زمان. هو انتوا ياسين للدرجه دي؟ يا ريتنا سمعنا كلام طارق. على فكرة طارق ده ظابط ممتاز، يبقى ابن اللواء فيصل غلاب. محدش صدقه لما اتكلم في الحكاية دي، وانا ما حبيتش ان انا ازعجك، بس انا لقيت حاجة غيرت الموضوع تماما. خير؟